الدوري السعودي يشتعل. الدوري السعودي يا جدعان بيولع نار خلاص. الدوري السعودي بقى في حتة تانية. الدوري السعودي رايح في مكانة كلنا هنقعد نتفرج ونبرق، بس مش هنعمل غير كده. الدوري السعودي بنشوف فيه اسامي بارقام بناس. الموضوع غريب، الموضوع غريب. هنتكلم في كل ده النهارده، بس في البدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحه وخير وسعاده وكل الحاجات الحلوه ديت. وفي البدايه كلنا نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مش مشترك في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه كده الدوري السعودي هم بيجيبوا الفلوس دي كلها منين؟ هتقول لي يا عم ما هم معاهم فلوس، يا عم هم معاهم فلوس كتير مش عارفين يودوها فين. القصه مش كده، مش قصه فلوس بس. تبص للناس دي عامله مشروع لحد 2030. 2030 بيبنوا له المشروع من دلوقتي، تمام؟ ومن قبل كده الناس دي جابوا كريستيانو. حلو. يعني هنتكلم دلوقتي عن الصفقات، بس الناس ديت بتبني المشروع لكاس العالم 2030. فلازم يبقى عندهم، لازم السبوت يبقى عليهم. فهو هيخلي السبوت عليه ازاي؟ هيخلي السبوت عليه ازاي؟ هو اللي عمله ده افضل مثال. هتقول لي معاهم فلوس كتير، اقول لك اه يا عم معاهم فلوس، بس الفلوس مش كل حاجه. ما انت معاك فلوس، تعرف تدور الفلوس ازاي. زي دلوقتي انت معاك فلوس وهتعمل مشروع، ما ممكن تعمل مشروع يفشل وممكن تعمل مشروع ينجح. فهم بيعملوا المشروع الناجح. فاهم؟ هي مش قصه ان انت معاك فلوس وخلاص، لا، انت لازم تعمل مشروع ناجح. هتقول لي ناجح ازاي؟ يعني كريستيانو هيعمل ايه ولا الناس اللي جت دي هتعمل ايه؟ يا باشا انت تعرف ان اللاعب من دول مجرد دخوله النادي المبلغ اللي بيدفع فيه بيتلم في اقل من سنه. بالظبط بيتلم في اقل من سنه. التيشيرت بتاعه بس اول ما بينزل شوف بيلم كام. تمام. تذاكر الماتشات شوف الناس بتروح بقد ايه. الاعلانات، الدعايه، السبوت بقى على الدوري السعودي. الدوري السعودي السنه الجايه هيبقى من احسن 5 دوريات في العالم. تمام، هيبقى من احسن 5 دوريات في العالم. اتفرج دلوقتي في ايه. بيطور كل ده، بيطور معاهم المنظومه، بيطور معاهم ملاعب، بيطور تحكيم، بيطور كل ده هيتطور. هم شغالين بيطوروا كل ده مع بعضه. كل ده مع بعضه. تعال نشوف الصفقات. كريستيانو رونالدو راح النصر. بص بقى بعديها ايه اللي حصل. ادي زياش راح النصر، حكيم زياش من تشيلسي للنصر. حلو. كوليبالي. كوليبالي المدافع السنغالي الهلال السعودي. ادوار مندي السنغالي الحارس بتاع تشيلسي اهلي جده السعودي اللي لسه صاعد، اللي كان موسيماني بيدربه. تمام. في كلام ان مورينو هيدرب في السعوديه. دلوقتي عندك كريم بنزيما وكانتي في الاتحاد السعودي، اتحاد جده السعودي. تتكلم في نجوم. لا ولسه في ناس رايحه. في كلام على زاها، وفي كلام على مودريتش، لا في كلام على لعيبه كتير رايحه الدوري السعودي. فاهم؟ فلا الدوري السعودي هيروح في مكان تاني. احنا ناخد الموضوع ده عشان عايز اتكلم في حته تانية هينقلنا لمكان تاني. احنا ليه ما بنفكرش في مصر ان احنا نطور كورتنا؟ هتقول لي يا عم احنا معناش فلوس زيهم. لا، انت معاك فلوس، بس انا مش طالب منك ان انت تجيب لي اللعيبه بالكواليتي ده او تجيب لي لعيبه من اوروبا. انت ممكن بالفلوس تطور في حتت تانية بطرق اخرى. التطوير كتير عشان تطور. لا، في طرق كتير للتطوير. في طرق كتير ممكن نتكلم في حاجات منها. لكن بص، هما الناس دي سبقتنا بكتير. يعني الناس دي عماله تسبقنا. الناس دي عماله تسبقنا وانت واقف مكانك. وانت واقف مكانك. انت بص على المنتخب بتاعك في 2006 و2008 و2010. كان عندك منتخب انت بتنزل تكسب الكاميرون 4 والجزائر 4 والسنغال بتديها زي ما انت. مفيش حد، ما كنتش بتشوف حد حرفيا. تمام. تعالى بقى انت شوف دلوقتي، انت خايف تلعب السنغال، خايف تلعب الجزائر، خايف تلعب كوتيفوار، خايف تلعب الكاميرون، خايف تلعب نيجيريا. بتفكر انت خايف من كل ده. طب ليه؟ ما هو عشان انت هنا الدنيا بايظه. الدنيا كلها بايظه حواليك. طب احنا عايزين نصلح. طب ما لازم نصلح. لا، عشان تشوف كوره وتشوف دوري وتشوف منتخب فانت لازم تصلح. يعني ان انت تصلح المنظومه ديت ليها كذا طريقه. في طرق كتير. يعني انت لازم يبقى في ناس منوطه على الكلام ده، اللي هم يبقوا قاعدين بيشتغلوا على الكلام ده. احنا نصلح الكوره ازاي؟ ولازم الموضوع ده ما ياخدش مننا وقت. تقدروا تدونا مثلا، تقولوا لنا 5 سنين، معاكم 5 سنين، بس بعد ال5 سنين دي في السنه الخامسه هتشوفوا الدوري كذا 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 كذا، هتشوفوا المنتخب كذا كذا. ابقى انا من جوايا خلاص انا ال5 سنين دول اعتمدت همشي الدنيا. بس بعد 5 سنين الدنيا هتتظبط. لكن طول ما الدنيا ماشيه عندي سمك لبن تمر هندي مش هننجح، مش هيحصل اي حاجه. الناس بتطور، الناس بتطور. شفنا قطر بتنظم كاس عالم، اعظم كاس عالم في التاريخ. تمام. بتشوف دلوقتي السعوديه هتنظم كاس العالم 2030. بتشوف السعوديه الدوري بتاعها بيحصل فيه ايه. وانت واقف محلك سر. وانت واقف محلك سر. ليه انا ما اطورش؟ يعني ما اطورش، ما اشوفش اعمل.
اعمل لجنه بتلف المحافظات، تاخد ناشئين، تاخد تعمل اللهم صل على حضره النبي، تعمل اختبارات للناشئين وتصفر اللعيبه دي بره، تعمل معسكرات ليهم، تلم الناس اللعيبه الكويسه في كل محافظه، تمام، وتعمل لهم معسكرات، تمام، وتأهلهم وتشوف لهم دوريات بره يتسوقهم في اوروبا بره. انت بص على الدوريات، كل المنتخبات اللي حواليك هتلاقي المنتخبات كلها محترفين. اللعيبه عندهم في الدوريات اللي زي عندنا في الدوري المصري كده ما بيروحوش المنتخب، بيلعبوا منتخب محليين. اللعيبه دي كلها طلعت امتى؟ دي خطه شغالين عليهم بقالها سنين، بقالها سنين. طلعوا بره يا باشا، طلع بره، خلوهم يحترفوا، خلوهم ياخدوا خبرات اوروبيه. اأهل الطفل الصغير ده من عندي، أأهله في معسكر ان هو يعيش لوحده ويعرف يتأقلم، واطلعه بره، طلعه بره ياخد خبرات ويلعب في اوروبا ويجي لي للمنتخب جاهز. تمام، بدل ما انا كل نادي بيفتح الاختبارات عشان السبوبه ويلم فلوس بس. لا، لا، اخد لي كام لاعب بس كده والباقي كله بيمشي، يبقى فيهم لعيبه كويسه احسن من اللي عندك. طب ليه ما لمش اللعيبه دي كلها واعمل زي اكاديميات كده واطلع بره، طلع بره مصر، خلي اللعيبه دي تحترف. تمام. ليه مثلا اتحاد الكوره ما يقولكش ان كل سنه، كل سنه يعني بيبقى في مثلا من قطاع الناشئين لازم في كل ماتش يلعب لك اتنين ناشئين مثلا على كل الفرق، على كل الفرق انت مجبر تلعب باتنين ناشئين في الدوري والكاس، مجبر تلعب باتنين ناشئين في الدوري والكاس. هتطلع لعيبه للمنتخب لما تجبر كل فرقه تلعب باتنين ناشئين كل ماتش، تمام، هتطلع لعيبه للفرق للمنتخبات. ليه؟ دي افكار بتيجي في دماغي وانا قاعد بكلمكم كده، يعني مش حاجه انا دارسها مثلا ولا لا، لا، ده افكار بتيجي في دماغي مثلا كده وانا قاعد بكلمك. فاللي هو مثلا انت ليه ما تعملش كده مثلا؟ ليه ما تطورش الدوري؟ ليه لحد دلوقتي ما بندخلش جمهور؟ يعني اللعيب لما بيطلع وشايف جمهور غير لما اللعيب بيلعب المدرجات فاضيه. سيبك من 5000 والكلام ده، ولا اكن في حد في المدرجات، ولا اكن في حد في المدرجات. ليه ما نأمنش الدنيا دخل الجمهور باعداد؟ كل ده هيفرق مع الفرق والمنتخبات ومع الدوري. يعني كل ده هيفرق مع الدوري المصري. الدوري المصري كان من اقوى الدوريات في المنطقه العربيه كلها وفي افريقيا. عمال كل شويه عمال ترتيبك بينزل بينزل بينزل. منظومه التحكيم ليه انا ما اديش الحكام دي فلوس؟ بدل ما بيشتغل واحد ضابط بيشتغل حكم، او مثلا دكتور بيشتغل حكم، او محامي بيشتغل حكم، لا، يبقى هي شغلته حكم. انت جاي تشتغل حكم، بتاخد فلوسك حكم، تركز في شغلك ان انت حكم بس. اجهزه الفار ليه ما طورش الكلام ده؟ لا، عندنا احنا بعاد جدا، احنا بعاد جدا 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 عن اللي بنشوفه حتى في الدوري السعودي وفي الدوريات العربيه اللي جنبنا. احنا بعاد جدا جدا جدا. اتمنى ان ده كله يتطور، ده كله في مصلحه الكره المصريه، وفي مصلحتنا انا كمشاهد، في مصلحتي انا كمشاهد ان انا اتفرج على دوري كويس. انا لحد دلوقتي الاخراج عندك والتصوير بتتفرج، اقسم بالله حاجه تكسف. ماتش كويس وعشرة لأ، والتصوير وتلاقي الإخراج بيصور في حتة واللقطة في حتة تانية، وأنت في جون جه وأنت ما شفتهوش، والصورة شوية اس دي وشوية اتش دي وشوية. أنا مش فاهم، أنت مش فاهم أنت بتتفرج على إيه ولا مين. الملاعب لحد دلوقتي بتشوف ملاعب ما ينفعش يصلح فيها لعب كرة القدم. آه، لا، لا، لازم تغيير شامل في كل الكلام دوت. لازم يبقى في لائحة بتطبق، لازم لائحة تطبق على كل أندية الدوري، اللي يغلط يتحاسب أيا كان بقى، اهلي، زمالك، اسماعيلي، مصري، اتحاد، انديه شركات، اي حد في الدوري كمجالس ادارات، اي حاجه يطلع يتحاسب يا باشا، يتخصم منه نقط. انت هتطلع تغلط في فلان، يخصم منه نقط من فرقته نقط، ما هو مش هيكررها تاني، مش هتتكرر تاني. لكن احنا بقى نقعد بقى ايه، ده يطلع يشتم وده يرد وده يتكلم وده يقول، هنفضل كده طول عمرنا؟ مش هنتقدم خطوه لقدام، مش هنعمل حاجه صح ابدا. ليه؟ ما الموضوع انا شايف الموضوع بسيط والله، يعني انا شايف الموضوع بسيط. يعني انت لو جيت من اول الموسم حطيت قوانين كله يمشي عليها، تمام، ونفذتها، بيقول لك اضرب المربوط يخاف السايب. يعني انت لو جيت في اول لقطه رحت خاصم من فرقه نقط، ده القوانين انت حطيتها من اول الموسم، خصمت من فرقه نقط مثلا، او غرمت فلوس، او كله هيخاف، محدش هيتكلم، كله هيحط لسانه في بقه وهيقطم. لكن احنا سايبين الدنيا سداح مداح، كله مفتوح على البحري. اعلام ضايع، اخراج ضايع، ملاعب ضايعه. فالحمد لله، ونتمنى التطوير للكره المصريه. والف مبروك للسعوديه على اللي هم بيعملوه دوت. تطوير رهيب في السعوديه، الف مبروك. وان شاء الله بطوله كاس العالم 2030 تكون بطوله ناجحه، وان شاء الله كاس العالم اللي جاي للانديه تكون بطوله ناجحه ونستمتع كلنا. ودي كانت نهايه الحلقه.
اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. اللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.